زلزال المغرب إذن، ونحن في هذه التغطية الخاصة. المغرب طبعا في حداد، كذلك هي الصورة العامة والمشهد العام، ولكن أيضا هناك صورة غنية بمظاهر التضامن والتآزر والتآلف ما بين المغاربة. شاهدنا قوافل مساعدات غذائية، أفرشة تسابق الزمن لتصل إلى المنكوبين، كذلك مشهد التبرع بالدم، طوابير مهمة رصدتها وسائل الإعلام، جمعت مغاربة وأجانب وسياح، وصور ومشاهد جد مؤثرة تعكس حجم التضامن وحجم الفاجعة في ذات الوقت. اليوم الكل يتضامن مع المغرب، والكل يتفاعل سواء وطنيا أو دوليا، ولكن هناك حيز مهم، ذلك المتعلق بالجالية المغربية التي تراقب عن كثب الوضع في المغرب. ونحن نتصور حجم التأثير وحجم المعاناة الذي تشعر به، وسنربط الاتصال فرحانة بمجموعة من أفراد الجالية المغربية. ربما نبدأ من أمريكا. من أمريكا تحديدا سامي فقيئي، وهو سيتحدث عن الولاية التي يتواجد بها، وسيتحدث كما قالت أسماء عن البعد عن الوطن ومتابعة الأخبار أولا بأول، وأشكال الدعم الذي من الممكن أن يقدموه للأهل في أرض الوطن. أستاذ سامي، مرحبا بك معنا وشكرا جزيلا على قبول الدعوة. السلام عليكم. بالعكس، كنشكركم على الدعوة. أولا كنقدم التعازي للمغاربة جميعا خارج وداخل الوطن، وكنقدم تعازي بالأخص للمغاربة اللي فقدوا، يعني الناس اللي فقدوا الأسر ديالهم. صراحة هذه الفاجعة هذه وهذا المصاب الجلال ما عندنا إلا أننا نقولوا الحمد لله على كل حال، وأننا نتضامنوا وأننا نوقفوا يد واحدة، يعني مغاربة الخارج مغاربة الداخل كنا يد واحدة باش يعني كنحاولوا نشوفوا شنو نقدروا نديروا. نقدر نقول لك بان مغاربه الخارج يمكن متاثرين اكثر من الناس اللي في الداخل على ما كنحسوا حنايا، حيت هذه المواقف هذه كتحسسنا بالغربه اكثر. صح. وكنحسوا باننا يعني كنتمناو لو كنا تما معاكم، يعني على الاقل سور بلاص كتكون يعني قلب الحدث، ماشي بحال أقل حدة، يعني وقع الأحداث يكون أقل حدة. البعد عن الوطن بعد يعني وآلام كبيرة جدا، وانتم كتشوفوا الصور، صور لعمليات الإنقاذ اللي قائمة على يعني قدم وساق. أعطيني الولاية اللي أنت فيها سي سامي باش نكون دقيقة معك. لا، بالضبط من ولاية فلوريدا، مدينة أورلاندو، اللي كتواجد فيها واحد الجالية كبيرة بزاف تبارك الله. تماما، تبارك الله. الجالية المغربية في أمريكا غادي نتواصل معك. خلينا نرحب أيضا لأنه معنا خطوط فيها مجموعة من المتدخلين. أسماء خديجة معرف من لندن، أهلا ومرحبا بك معنا السيدة خديجة. أهلا وسهلا أختي فرحانة، وشكرا على الدعوة في هذا البرنامج. صراحة أولا تعازينا الحارة للمغاربة، وخاصة المغاربة اللي فقدوا الأهالي ديالهم والأقرباء ديالهم والأصدقاء ديالهم. هذه فاجعة هبطت علينا الصراحة، ولكن قلوبنا احنا كما قال الأخ سمير، قلوبنا احنا كمغاربة خصوصا اللي عايشين في الخارج كتقطع وكتألم بحال هذه المواقف، حيت كنقولوا فريمون ما عرفنا ما نديرو. حنا مستعدين بيسور يعني نسيبورتو البلاد بقلوبنا بدمنا بلحمنا، ولكن كنقول ما كرهناش كنا فيها باش اننا نساعدوا اكثر ونجربوا اكثر من اكثر. تمام. نعم. طيب خلينا نربط الاتصال أيضا بهند من فرنسا، لأن خدينا العينات من الجالية اللي تكون معنا ونشوفوا يعيشوا لازال. إذا نرجع لك يا سامي بأمريكا، الجالية المغربية بأمريكا كتواصلوا معكم مع بعضكم، يعني أنتم شبكة، كيف عشتوا يعني وقع هذا الفاجعة؟ صراحة في اليوم الأول نقدر نقول لك ما عرفناش، خاصة من سمعنا بأن تقدر تكون ردات أخرى. ما نعسناش، كنشوفوا لي فيديو، كنشوفوا الناس في الزنقة، وكنحسوا بأن يعني بحال الذنب، يعني حنايا كيفاش حنا ناعسين مرتاحين والناس يعني كتعاني. درنا واحد الخليه هنا صغيره اللي كتكون من يعني المجتمع المدني ومن الناس بحال دابا شباب اورلاندو، بحال حنا الجمعيه ديالنا الجمعيه الامريكيه المغربيه للثقافه وناس اخرين مدنيين، وكنحاولوا كيفاش نتطوعوا، كيفاش نقدروا نصيفطوا الفلوس، ولا كيفاش نقدروا يعني دعم معنوي او لا مادي شنو نقدروا نديروا. ويعني كنا كنعاينوا بفارغ الصبر الكونت اللي غادي يحط جلاله الملك، يعني اللي يكون كونت اللي موثوق منه. كانوا الحمد لله بزاف ديال المبادرات هنايا، يعني ناس اللي كيديروا دي كونت ديال جو فاند مي باش يحاولوا يجمعوا، يعني الناس تاثرت بزاف
كرئيس جمعيات صراحه التليفون ما وقفش، يعني كاين الناس كيعيطوا كيبكيو، وانا شفت تنط البرنامج ديالكم وشفت كيفاش هضرتوا على الامور النفسيه. صراحه كنشوف بان يمكن مغاربه العالم مأثرين نفسيا لواحد الدرجه، يعني الناس كيعيطوا كيبكيو وتيقول كيفاش نديروا نعاونوا. عافاكم قولوا لنا شي طريقه، عطيونا شي حل. انا صراحه كنت غنهبط البارح وفكرت باش نهبط اليوم، ولكن بعد التواصل مع الناس يعني لقينا بان كاين واحد الحاله طوارئ، يعني حتى الا هبطنا ما غنقدروش نديروا شي حاجه. سو حنا لحد الان مكتفين تنعينوا يسمعوا على الكونت اللي غادي يتحط اوفيسيال باش نقدروا نشوفوا كيفاش غنديروا. كاين اخوان داروا مبادرات هنا وجمعوا واحد القدر ديال الفلوس، كاين واحد المحاميه، كاين واحد الاخ اللي كاين في واحد المدرسه. سو الحمد لله مغاربه العالم راهم مجندين، كنعينوا غير فقط نشوفوا يعني ما هي الطريقه الامثل باش هذه المساعدات تقدر توصل. نعم، إذن كل أشكال التضامن والمساعدات تبدر من المغاربة اليوم، خاصة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. نحن نتفهم يعني حجم شعوركم وتأثركم بمثل هذه الفاجعة التي حلت بنا جميعا، ونتفهم أيضا ولدينا فكرة عن حجم المساعدات وما تبدونه من استعداد دائما لأجل هذا الوطن. أستاذة خديجة معاريف من لندن، كيف تعيشون الوضع؟ هل ترصدون يعني جانب من المساعدات، جانب من المبادرات؟ هل هناك الإرادة طبعا موجودة، هل هناك استعداد؟ كيف تم إن كان كذلك؟ ومع من تريدون التواصل خاصة من أجل يعني تقديم المساعدة قدر المستطاع، كل على حسب قدره طبعا؟ صراحة المغاربة هنا في بريطانيا بحال المغاربة العالم كاملين، ما نعسوش النهار الأول، ما نعسوش، خصوصا أغلبية ديال الناس كان يعني من نواحي ديال الحوز ولا من أكادير وكذلك، يعني كل شيء بقى فايق، كل شيء بقى القلب ديالو على عائلته، على خوته، على الناس واخا ما عارفينهم، على المغرب بصفة عامة كدم مغربي راه قلوبنا معاهم بزاف. والحاجه اللي بغينا نشكروا اولا قبل ما نعطيك النظره ديال المغاربه ديال بريطانيا، بدنا نشكروا الصراحه بزاف المحطات التلفزيونيه اللي زعما بلا بكم ما كناش نقدروا نعاينوا وتصبرونا ونبقاو معكم غادي ناخذ وقت ونعرفوا واش باقي في البلاد. وشكرا بزاف على التغطيات اللي كديروا لينا. المغاربه هنا في بريطانيا مساعدين، يساندوا، مساعدين، يسيبورتو. وكما قال الاخ سمير راه كنتمناو غير يكون عندنا بنك موثوق لان نقدروا حتى حنا نساهموا، اللي بغى يساهم بالقليل ولا بالكثير على الاقل ما حاضرينش تماك فيزيكمون، ولكن نحسوا براسنا بان قدمنا ولو شيء بسيط للناس اللي هما محتاجين، خصوصا اللي في الدواور، الناس اللي مشاو لهم. انت من اي مدينه يا خديجه؟ انت من اي اهلك؟ أنا في منطقة باكنهامشير اللي هي ما بين لندن يعني في المغرب الأهل أين يتواجدون؟ أكادير. يعني قريبة شيئا ما من منطقة سارودانت قريبة لكم سارودانت. وسارودانت طبعا شهدت حجم دمار كبير وكبير جدا بزاف، واغلب العائله يعني من نواحي راه قلوبنا صراحه راه ما نعسناش واحد الان. يعني كنحاولوا نشوفوا حتى حنا واش كاين شي هزات اخرى، واش اش وقع، واش يعني بزاف شنو نقول لك، كاع الاحاسيس ديالنا كلشي متوتره، النفسيه عيانه، ولكن كنحاولوا نسيبورتيو بعضياتنا، نعيطوا في التليفونات، في الانترنت الحمد لله حتى هي كاينه باش تقرب لينا المشهد وتقرب لينا الصوره. اعطيني الدقائق الاولى. انت يعني في الليل فارق التوقيت كان كبير في لندن، انت كيفاش علمتي بالخبر ومن اوصل لك انا صراحه الخبر؟ الاخ ديالي هو عيط لي. خديجه معرف، ساطلب منكما انتما الاثنين ان تبقيا برفقتي انا واسماء لانتظار عناوين انباء اخر الاخبار واخر حصيله مع زميلنا ايمن الاحمد. خليكم معنا. وزارة الداخلية المغربية تفيد قبل قليل بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 2122 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 2421 شخصا. في بلاغها أوضحت الوزارة أن إقليم الحوز استأثر بالعدد الأكبر من الضحايا ب1351 شخصا، متبوعا بإقليم تارودانت ب492 شخصا، 200 وضحية واحدة بإقليم شيشاوة، و17 ضحية بعمالة مراكش.
المغرب في حداد وطني ل3 أيام مع تنكيس للأعلام الوطنية فوق المباني العمومية، وفيما أقيمت صلاة الغائب بعد صلاة الظهر اليوم ترحما على أرواح الضحايا. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعبئ كافة إمكاناتها اللوجستية والبشرية لتقديم المساعدة ل15,000 أسرة متضررة، وذلك عن طريق إيواء الساكنة بشكل فوري وتوزيع الخيام والأفرشة والأغطية والمواد الغذائية إلى جانب المواكبة الصحية التي تقوم بها أطقم طبية مختصة. القوات المسلحة الملكية تتعبأ للمساهمة في تعزيز مخزون الدم وتنخرط في حملة التبرع بالدم التي يشهدها عدد من مدن المملكة لتعزيز المخزون من هذه المادة الحيوية. تنفيذا للتعليمات الملكية الخاصة بدعم منكوبي الزلزال المدمر، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي يتفقد اليوم سير العمليات الأمنية التي تعتمدها مصالح الأمن بكل من مراكش والحوز. بالموازاة، وزير العدل عمدة مدينة تارودانت عبد اللطيف وهبي ينتقل إلى منطقة تيسراس بالإقليم ويؤكد أن هناك دواوير اندثرت بشكل كامل. وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب يحل بمراكش اليوم ويبرز أن الوزارة عبأت ترسانة لوجستية جد هامة لضمان سرعة عمليات التدخل والإنقاذ لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز. إسبانيا تعلن اليوم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب لدعم السلطات المحلية في عمليات الإغاثة، وفرنسا تعلن عن إجراء مماثل وتقول إن 4 فرنسيين لقوا مصرعهم جراء الزلزال. زلزال المغرب، تغطية خاصة على ميديا. عدنا إليكم مجددا عبر أثير إذاعة ميديا الدولية لنستأنف أسماء هذه التغطية الخاصة ونواصل بهذا الشق المتعلق بالجالية المغربية بالخارج. طبعا فرحانة، كل العالم يتضامن مع المغرب اليوم بمختلف الأشكال، بمختلف يعني ما المستطاع. اليوم طبعا الحديث عن أهم عنصر يعني الجالية المغربية اليوم، كيف تلقت هذا الخبر، خبر الحادث المفجع. طبعا زلزال وكوارث طبيعية ليست بالهينة، خلفت يعني خسائر بشرية واضحة وخسائر مادية وخسائر نفسية خاصة، والبعيد يتأثر بشكل أكبر. طبعا نعلم لأن طرق الاتصال تبدو بعيدة، وفارق الوقت وفارق الزمن وفارق يعني كل ما من شأنه أن يعقد العملية ويعقد التعامل مع مثل هذا الوضع حتى العصيب. الفيديوهات والصور أكيد. التي تنشر في وسائل الإعلام الرسمية المغربية تزيد من هلع الجالية المغربية ومن شوقها إلى أن تكون كما قالوا ضيفينا الكريمين اللذان لا زال معنا، أن يكونوا مع أهلهم وأحبابهم قبل أي وقت مضى. نعم، تزيد من حدة التأثر. طبعا أعود إليك أستاذة خديجة معاريف، كنت تتحدثين قبل قليل عن كيف عايشتم الوضع فور سماعه. الصراحة يعني بالبارح الأخ ديالي كتب في الواتساب قالت بأن الزلزال عندنا في أكادير، فجيت نعيط ليه ما كاينش الريزو، جيت كنعيط ليه في التليفون عادي، يعني دايركت في التليفون ما كاينش، حيت قطعت شبكة الاتصال، تقطعت واحد المدة في أكادير فاش ضرب الزلزال تماك، وكنحاول نعيط العائلة كاملة حتى ما مشاتش عند الريزو صافي تماك. يعني كنقول أنا واش هذاك آخر ميساج غنشوفو، وفريمون يعني بديت كنبكي في البلاصة كنقول واش يعني واش العائلة كلها ماتت، واش وقع، وما كاينش حتى اللي غتسولو حتى هو راه ما كاينش الريزو. بس كم واحد كانت عندك الساعة؟ كم كان الساعة عندكم؟ أنا كان عندي 11 الليل. يعني ماشي فرق توقيت ما كاينش فرق، حيت ما بيننا وبين المغرب نفس الفرق، يعني ما عندناش فرق ما بين صح. وصراحة كان الخوف، كان هلا، كان بكاء ماشي هين علينا حنايا خصوصا اللي كاينين على برا. ما كتقول ما عندكش شي ايد اللي ولا شي حد اللي غتقولي سير طمن على العائلة ولا تشوف العائلة ديالتي واش بخير ولا على خير. تمام. طيب وبعد تواصلتي يعني من 11 وانت على نار في بكاء، الهواتف اللي عندك لا تجيب، بعدها لا ثالثنا شونس الليل عاد انا ذهبتي الى القنوات التلفزية المغربية لتستقصي الخبر؟
شفنا في التلفازه المغربيه، شفنا في يعني التلفازه هنا البريطانيه، وكذلك حتى هما داروها في النيوز بان راه كان زلزال ضرب في المغرب. صافي يعني تماك وبداو هما كيقولوا مثلا راه ممكن يوقع هذه، راه ممكن كاين الموتى على حسب الحده اللي ضرب بها الزلزال. صافي كنا كنتسناو صراحه بفارغ الصبر غير ان شبكه الاتصال ترجع. ما رجعت 12 بالليل، عاد ديك الساعه قدرنا نهضروا مع العائله، قال لك راه هما يعني الحمد لله بخير، ولكن كل شيء يعني كل شيء على هلع، كل شيء خرج، كل شيء خايف، الوليدات الصغار كيبكيو، الناس كبار ما كاين اللي سخف بالخلعه، كاين اللي مات غير بالشوك ديال الخلعه، وكاين كل شيء باتوا في الزنقه. يعني كل شيء النهار الليل كامل العائله كل شيء كانت في الزنقه، منها بحال يعني بقيه ديال الشعب حتى الصباح عاد انا رجعوا للدار. نعم. طيب أستاذ سامي، أتحول إليك يعني من فلوريدا، أنت معنا. أستاذ سامي، كيف تتابعون الوضع الآن، وكيف هو حالكم نفسيا، وكل ما يتعلق ب يعني ما يتم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسائل الإعلام الرسمية؟ على ماذا تستندون حتى يعني تقاومون وتتكيفون مع هذه الكارثة؟ صراحة الكارثة نفسيا دمرتنا. يعني الاستناد ديالنا الوحيد هو يعني اننا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يلطف بنا جميعا. حاجه اخرى اللي كانت كتخفف علينا هو القنصليه المغربيه اللي كانت كترسل لنا، حيت حنا دابا حنا في واحد المشكل وما بقيناش نعرفوا الاخبار الزائفه من الاخبار يعني الحقيقيه. وكما تعلمون يعني ان كاين دابا ناس اللي كتستغل هذا الموقف هذا وكتبقى دير دي فيديوهات من ربما سوريا ولا ربما من مناطق اخرى، ولا واحد الخوف كيتضاعف. يعني كنشوفوا فيديوهات ما عارفين مدى الصحه ديالها. الحمد لله القنصل كتابع التلفزيون الرسمي، كتابع القنوات الرسميه، يعني كلها نقل. صراحة نعم، كانت التلفزيون. أنا اللي وقع هو أنني كنت في اجتماع في الوقت ديال الحادث، وجاوني التليفونات وبكثرة التليفونات، يعني خليت الناس. كم ساعة كان توقيتكم؟ كانت عندنا مازال 5 ديال العشية، كانت عندنا 5 ديال العشية تقريبا 5:30، حيت بيناتنا ساعتين ديال الفرق. البونت كانت 5 ل5:30. منين بديت كان كيجيوني المكالمات، وتما جاتني يعني انا كندير اليوتيوب والناس كتعرفني، كلشي كيعيط ليا، كلشي كيسولني، صافي التليفون ما حبش. وتما جاتني واحد الخلعه، كنقول شنو واقع، يصحابني العائله ديالي وقعت لها شي حاجه. الناس خرجت عاد قالوا لي الزلزال، كنتواصل مع الوالده ما كتجاوبش، عاد اتصلت العائله اين في المغرب؟ العائله اين تتواجد؟ العائله فاس، وعندي الاخ ديالي جا من الامارات وكان في مراكش. يعني ملي طمأنيت على فاس بقيت كنسمع بان البؤره في مراكش، هنا عاوتاني الخلعه ضاعفات. عاد تواصلت مع الاخ لقيتهم في الزنقه، يعني هو سائح تما دابا، يعني جالس في مراكش فقط الزياره. وكنسمع وكنشوف الفيديوهات وكنشوف كيوريوني كيفاش الناس في الزنقه. صراحه يعني واحد الشعور اللي لا يحسد عليه، صراحه واحد الشعور خايب بزاف. والحمد لله طمأنينا شويه ملي سمعنا بان يعني جلاله الملك نصره الله يعني خد الاجراءات اللازمه، وان يعني الناس مسؤولين ولا الميليتير طلعوا والوقايه المدنيه طلعت، اللي كنشكروهم من هذا المنبر على العمل ديالهم الشاق والجاد. وبدينا كنسمعوا الحمد لله من بعد ذلك اخبار من يعني الناس اللي موثوقين بحال القنصليه، وبحال عاد بدينا شويه كنرتاحوا. رغم ذلك يعني على الاقل كتقول الحمد لله عندي الخبر اليقين، رغم ان الصدمه باقا 2001 والارقام مازال كتزايد، يعني مازالين يعني متاثرين، وصراحه متاثرين بزاف من هذا. كتواصلوا مع القنصليه المغربيه المتواجده بامريكا اللي أكيد. كتدرسوا اشكال الدعم اللي يمكن تقدموها انتم كجاليه بامريكا؟ اكيد ولقيناهم صراحه حتى هما كيتجاوبوا معنا في الليل في النهار في الصباح. صراحه انا اكيد انهم حتى هما راه كيعيشوا نفس الصدمه ونفس الشيء اللي عايشينه، غير هما يعني كتكون عندهم تبارك الله يعني كيكونوا واقفين شويه عارفين اش كيديروا. يعني هما اللي كانوا كيمدونا بالاخبار، كيمدونا بالحمد لله راه القوات مشات، الحمد لله راه كاين دابا هذه عدد القتلى هذا، باش كناخذوا يعني اخبار اللي هي موثوقه. كذلك ميدي ان كنشكرهم حيت كانوا حتى هما من الاوائل اللي نشروا لنا شنو كاين بدون ذكر بعض الاذاعات اللي حلينا لقينا كاين الشطيح وكاين الغناء وبقينا كنقولوا يعني شنو. ولكن ملي دخلنا الحمد لله الميدي ان يعني عطاونا شنو واقع، بدينا كنشوفوا، وبعد ذلك الحمد لله بدات الامور كتوضح اكثر واكثر. تمام. طيب الأمور بدأت تتوضح. أستاذة خديجة معارف، نود أن نسألك يعني سؤال
ربما يتبادر إلى الذهن في هذه الحالات، نحن شاهدنا سياح سرعان ما غادروا المغرب فور يعني سماعهم بالزلزال. كانت هناك حالة من الرعب، حالة من التأهب، ولكن للحمد لله يعني لله الحمد تم رصد مجموعة من الآراء ومجموعة من التفاعلات أنهم يعني هذا أمر طبيعي، سيعودون إلى بلادهم، والبلاد يعني في حالة فزع وفي حالة رعب. برأيك أو كيف تبدو الصورة عندكم هناك من في لندن؟ كيف يتفاعلون مع ما يقع في المغرب، وما هي الصورة التي تتكرس الآن عندهم؟ هل هم واعون بأن هذا زلزال طبيعي، كارثة طبيعية ستمر وستعود الأمور إلى مجراها في مقبل الأيام بحول الله؟ صراحة التفاعل ديال هنايا الجالسة هنايا معنا كشعب مغربي والناس، خصوصا علاقتنا حنايا معهم، دائما هما عزيز عليهم المغرب وكتعجبهم بزاف الثقافة ديال المغرب وأكل المغرب. يعني هذه كارثة طبيعية لا قدرها علينا الله، كما كيتقدروا جميع الكوارث الطبيعية. هذه بالعكس بينوا بزاف ديال التضامن والتلاحم معنا، وصراحة جاونا بزاف تاع التليفونات، لا أنا لا الزوج ديالي يعني من الأصدقاء ولا ناس يعني اللي كنا تعاملنا معهم مرة ولا جوج كيسولوا واش العائلة بخير، واش الناس في المغرب بخير، والقنوات ديالهم وكذلك هما كبداو كينشروا آخر الأخبار اللي واقعة في البلاد. وكذلك يعني هذا ما هادشي اللي وقع دابا في المغرب ما غيأثر حتى شي حاجة على يعني السياحة يعني في المستقبل وعلى البلاد، حيت هادشي كيوقع وهادشي جاري به العمل. ولكن الحمد لله أن السلطات جلالة الملك والسلطات ديال البلاد أنه وقفت يعني رجل واحد، وكل شيء كيتعاون، لا شعبا لا يعني لا ناس تاع السلطه، كل شيء كيتعاون. وهذا هي الحاجه، هذه هي الحاجه الميزه اللي بقات في عين الناس. وكذلك أن المغاربة خارج الوطن وداخل الوطن كل شيء متلاحمين ومتعاونين. الشعب متلاحم مع الملك، والملك وكذلك متلاحم مع الشعب، والحمد لله راه كاك باش رافعين راية البلاد وكاك باش رافعين بلادنا قدام جميع البلدان الآخرين. نعم، نفس السؤال سيد سامي، أنت من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا البلد يعني كان شاهدا على أكبر الأحداث التي تحدثنا على 11 من سبتمبر طبعا. كيف برأيك تفاعل الأمريكيون مع مع ما وقع في المغرب؟ نعلم أن هناك تضامن رسمي وكانت هناك رسالة من نعم أكيد الرئيس بايدن. أكيد احنا نعم أكيد احنا كجمعيات وصلنا برسائل من عند الأوفيس ديال واحد من العمد هنايا، العمده بادي ماير، توصلنا من عند ناس يعني مسؤولين تيقول لك كيفاش العائله دايرين، كيفاش الناس دايرين. صراحه ماشي فقط الامريكيين كما كتعرفوا هنايا، خاصه اورلاندو فيها الناس من جميع البلدان من جميع الجنسيات. توصلنا برسائل من عند التونسيين، توصلنا برسائل من عند ناس من الهند. يعني نقدر الا بقيت كنقول لك البلدان، كولومبيا البارح جاو كلهم تيسولوا امر العائله، امر كي دايرين الناس عندكم. القنصل العام ديال كولومبيا حتى هو كيسول كي داير الامور، يعني شنو وقع، واش العائله لاباس. الحمد لله كان واحد التآزر اللي صراحه كيخفف نوعا ما من هول هذه الفاجعه. من كتشوف الناس متضامنين معك، امريكيين وجميع البلدان متضامنين معك، كتحس بواحد يعني كيخفف عليك الحال شويه. والحمد لله كان تواصل حتى مع الاخوان المغاربه، يعني ملي كيصيفط لك شي حد فيديو كيبكي ولا كتواصل معاهم حتى هما وكتحاول تهدن عليهم. يعني الحمد لله كاين واحد التآزر يعني من كل شيء. وهذا يبين أيضا حجم يعني الفخر للانتماء للمغرب، وفخر أيضا أن تكون مغربيا في بلدان أجنبية. المغرب له أصدقائه وله أحبابه الذين يسألون عنه ويقفون إلى جانبه في عز أزماته. شكرا جزيلا لك للجالية المغربية متمثلة في ضيفينا الكريمين سامي فقي من ولاية فلوريدا. شكرا جزيلا لسامي. شكرا جزيلا. وما ننساوش كذلك ان المغرب دائما كيتضامن مع الدول، ولهذا الحمد لله لقينا تضامن ذاك. كنشكركم على هذه الاستضافه، وشكرا ايضا شكرا للجاليه ببريطانيا ممثله في السيده خديجه معاريف من لندن. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم على البرنامج وعلى التغطية ديالكم 24 ساعة على 24 ساعة، وكنتمنى إن شاء الله سلامة للبلاد ديالنا. شكرا، هذا واجبنا. شكرا مغاربة العالم. وسنمر من التضامن لجالية العالم والتضامن العالمي إلى التضامن الوطني كآخر محور، إلى موجز بأهم وآخر الأنباء.